بالرغم من غياب غادة عبد الرازق عن الموسم الدرامي السنة دي في رمضان إلا إن غيابها ما كانش له تأثير كبير، وده يرجع لعدة أسباب. خلينا ندردش بقى معاك وأقولك هل غادة عبد الرازق وقعت فعلا من عرش الدراما ولا لأ. بس أنا في الفيديو ده مش هكلمك عن مسيرة غادة في السينما، لأن مسيرة غادة في السينما محدودة جدا وأدوارها مش بارزة. غادة حاولت تقدم أفلام بطولة ليها في السينما لكنها منجحتش. عندك مثلا فيلم بون سواري اللي يعتبر من أفشل أفلام السينما المصرية، وأفلام من كتر فشلها أتحداك إنك عمرك سمعت عنها، زي اللي اختشوا ماتوا وجرسونيرا وغيرها من الأفلام. بعيدا عن السينما فغادة عبد الرازق مسيرتها أفضل في الدراما. في ناس كتير بتشوف غادة عبد الرازق ملكة الدراما المصرية. غادة قدمت مجموعة من المسلسلات القوية اللي مفيش أي ممثلة تانية قدمتها غيرها. فعشان كده تعالى نتكلم عن مسلسلات غادة عبد الرازق ونقيمها من الأفضل للأسوأ. خلينا نبتدي بمسلسل البطنية اللي اتعرض سنة 2009. المسلسل مأخوذ عن فيلم البطنية وقدمت فيه غادة دور نادية الجندي، لكن قصة المسلسل وأحداثه كانت مختلفة عن الفيلم 180 درجة. مش بس القصة، ده كمان الأداء التمثيلي لغادة عبد الرازق في دور وردة كان أفضل بكتير من نادية الجندي. المسلسل كان ناجح جدا وقت عرضه، وده كان محطة مهمة لغادة في مشوارها الفني، وكان بمثابة البداية الحقيقية للبطولة المطلقة. في سنة 2010 بتقدم غادة واحد من أنجح وأهم مسلسلاتها، مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، اللي كان النسخة النسائية من مسلسل عائلة الحاج متولي. وواضح كده إن نعمة الله اتعضت من جوزها متولي وقررت تعمل مسلسل تتجوز فيه 4. المسلسل كان مميز جدا كقصة وأحداث، وكان من أكتر المسلسلات اللي متشافة في الشارع المصري في الوقت ده. بعد كده في 2011 بيقل نجاح غادة شوية لما بتعمل مسلسل سمارة. المسلسل بتدور أحداثه في فترة الأربعينات، والمسلسل على مستوى الإنتاج كانت ميزانيته ضعيفة وما اتصرفش عليه. الضعف ده كمان ظهر في قصة المسلسل اللي كانت ركيكة، عشان كده قليل قوي لو لقيت المسلسل ده بيتعرض على التلفزيون. وفي 2012 غادة بترجع تاني لسكة النجاح لما بتقدم مسلسل مع سبق الإصرار، اللي كان من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي. بنشوف في المسلسل ده فريدة الطبجي المحامية الفاسدة اللي حياتها فجأة بتتدمر لما بتقابل زياد الرفاعي. قصة المسلسل كانت مكتوبة بحرفية، والسيناريست قدر إنه يصنع تويستات ومفاجآت كتير في المسلسل. كمان المسلسل ساهم في اكتشاف نجوم كبار من جديد زي طارق لطفي وروجينا وماجد المصري. ومع النجاح الكبير اللي حققته غادة مع سبق الإصرار قررت تتعاون تاني مع أيمن سلامة ومحمد سامي في مسلسل حكاية حياة اللي اتعرض سنة 2013. وهي المواد 230 231. دي قلبي بجد، عشان كده قلت نحج مع بعض عشان تبصمي على قلبي بالعافيه. ونعمات فين؟ في المطبخ بتعمل الاكل اللي انت طلبتيه. وبالرغم ان المسلسل حقق نجاح كبير وقتها الا انه ما كانش بنفس مستوى مع سبق الاصرار، وده يرجع لنهاية المسلسل اللي دمرت كل حاجة. في النهاية بنكتشف ان حياة فعلا مجنونة ومريضة نفسيا، وان اختها مش شريرة وهي اصلا ما بتخلفش. التويست ده ما عجبنيش. في خلال تصوير المسلسل بقى حصل الخلاف الشهير بين محمد سامي وغادة، عشان بعد كده يقرر محمد سامي انه مش هيشتغل مع غادة عبد الرازق تاني. وفي 2014 بتقدم غادة عبد الرازق مسلسل السيدة الأولى، اللي كان من أقل مسلسلات غادة عبد الرازق وما قدرش يحقق نفس نجاح أعمالها اللي فاتت. يمكن دي لعنة محمد سامي. لكن في 2015 بترجع غادة للدراما بمسلسل جامد جدا اسمه الكابوس. المسلسل بيتكلم عن أم بتدور على اللي قتل ابنها، وبتشوف طول الوقت كوابيس بتوصلها لحل اللغز. بص، لو انت حبيت التويستات اللي كانت في مع سبق الإصرار وحكاية حياة فالمسلسل ده هيعجبك. وفي 2016 غادة بتقدم مسلسل الخنكة. بالرغم ان المسلسل كان بيناقش قضية مهمة زي التحرش، لأن معالجته ما كانتش حلوة. كمان النهاية بتاعته ما خدمتش القصة. انا مش من محبين النهايات المفتوحة عامة، وده اللي حصل في الخنكة. وفي 2017 بتقدم مسلسل ارض جو، مسلسل من كتر فشله غادة ذات نفسها ما شافتوش. وفي 2018 بتقدم مسلسل ضد مجهول، بالرغم ان قصة المسلسل كانت حلوة الا انه اتظلم في العرض وما اتشافش. وفي 2019 بتقدم غادة مسلسل حدوتة مرة، اللي كان من أهم وأنجح مسلسلاتها، وده يعتبر آخر عمل نجح ليها. في السنين اللي بعد كده غادة بتقدم مسلسلات محدش بيشوفها تقريبا، زي سلطانة المعز ولحم غزال. وفي 2023 بتقدم مسلسل تلت التلاتة.
في المسلسل ده غادة كانت بتقدم 3 شخصيات، لكن بالرغم ان قصة المسلسل كانت حلوة إلا ان كان فيه تمطيط بزيادة في الحلقات، ومش عارف ده ليه بصراحة. ده المسلسل كله 15 حلقة، وبالتالي المسلسل منجحش. وفي 2024 بتستمر عقدة فشل غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل شباب امرأة المأخوذ عن فيلم شباب امرأة. وهنا غادة كانت عايزة تكرر تجربة نجاح البطنية وتجيب فيلم قديم وتحوله لمسلسل، لكن برضو المسلسل منجحش. وحاليا غادة هيتعرض لها مسلسلين في رمضان، وواضح برضو انها ماشية على خطى نور الشريف لما صور ما تخافوش والرحايا في نفس الموسم. وفي نهاية الفيديو حابب اعرف رأيك، ايه اكتر مسلسل بتحبه لغادة عبد الرازق؟